ورا الكون. طبعا يا تفضل فاروق أستاذ. طيب شكرا لكم، شكرا. طبعا يا يوسف الجراح قال أن أصول الدين عنده هي التوحيد والنبوة والإمامة والعدل والميعاد. من أين أتى بها يوسف الجراح؟ لن يستطيع أن المعاد. المعاد ما في مشكلة. المعاد من وين جبتها يا يوسف الجراح؟ هذه أصول الخمسة. القرآن والعقل. القرآن وماذا؟ العقل. هل يوجد عندك غير هذه الخمسة الأصول أصول؟ هذه الأصول الأصيلة وما بقي يتفرع عليه. يلا بارك الله فيك. الآن راح نفتح كتاب الكافي، رواية صححها الإمام أو عفوا صححها المجلسي في مرآة العقول. قال الحديث الأول صحيح. يقول الإمام أبي الحسن الرضا عليه الجزء. طيب الجزء مرآة العقول جزء 13 الصفحة 233. 233. ما حكم من يكتم الأصل من أصول الدين يا يوسف الجراح؟ رواية. إيه الحكم من يكتم أصول دين الله. طبعا هذه الرواية عن خلف بن حماد. طبعا الحديث الأول يقول علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد، ورواه أيضا عن محمد بن مسلم. كمل السنة. ماذا يقول؟ إلى أن قال يقول يا خلف سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال. الإمام هنا يكتم الحق وهي أصول الدين. هذه واحدة. اثنين، قال أنه يستدل على أصول الدين بالقرآن والعقل. أين العترة يا يوسف الجراح؟ كتاب الله وعترتي أم كتاب الله وعقلي؟ تفضل مايك لك. طيب أنا أستغرب من شخص يقول أين العترة باعتبار أنا إنسان سلفي أعتمد على النص فقط، وأنتم لأنكم تعتمدون على النص فقط لا تستطيعون حوار الملحدة ولا تستطيعون حوار الأشاعرة ولا تستطيعون حوار الشيعة، لأنكم لا تستخدمون العقل أصلا. يا من تدعي وتتكلم على الشيعة بأنهم لا يستخدمون عقولهم. يا أستاذ يوسف يا مكرم يا محترم، لا تجلس اسمع لا تجلس تسوق لبضاعتك. تفضل جاوب. بلا مظلوميات جاوب. يا للومة يا لحد انت اسكت ابو انس. طرحناك قسما بالله. نوية للومة انا خليتك مع محور الكون. طيب هو تداخل معي بس. طيب انا جاهز الان ممكن بس دقيقتين ارد على ابن دقيقتين. فيا عزيزي العقل حجيته ذاتية. العقل لا يحتاج معصوم او نبي او امام يأتيك ليقول لك شغل عقلك، ما يحتاج. العقل حجيته ذاتية، هذا شيء فضل الله الناس عليه، ما يحتاج تقول لي شغل عقلك. بالله عليك بشر انسان ناطق كلفه الله، ويا عمي اذا كان العقل مناط التكليف، اذا كان المجنون غير مكلف لان له عقل تطلب مني هكذا طلب. هذه قضيه. القضيه الثانيه الحديث الذي قرات منه سطرا واحدا وهو اكثر من سطر تقرا منه سطرا واحدا. نعم اخفاء الشيء اذا كان خوفا على النفس لا اشكال به، كما فعل ابو هريره في صحيح مسلم قال حفظت من رسول الله وعاءين، وعاء بثثته ووعاء لو بثثته لقطع هذا البلعوم. كما كان يقول السرخسي أن حذيفة يتقي من عثمان ويشتري دينه بعضه ببعض. هذا مشروع إذا كان الإنسان خايفا. الله أباح الكفر كفرا إذا كنت مضطرا. أحسنت. الآن يا أخت لالومة سمعتوا؟ معلش أخت محور بس 10 ثواني. 10 ثواني بس 10 ثواني. تفضل. الله عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الآن الإمام يقول إن الله يريد أن يضل العباد. انتهت مداخلتي. طيب. ليس هذا في كلام الإمام أبدا. الإمام أخفى شيئا خوفا على شيعته كما فعل أبو هريرة